في تصريح مفاجئ أثار موجة غضب واسعة، اعترف الحكم الإيطالي أندريا كولومبو بأنه ارتكب خطأ في حق المنتخب المغربي خلال مباراته الأخيرة أمام اليابان. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إذا كنت من بين من يؤمنون بأن المنتخب المغربي قدم أداء مشرفا وبذل مجهودا كبيرا رغم كل الظروف، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تصريح قصير لكنه كان كافيا لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وفتح باب الجدال من جديد حول نزاهة التحكيم في كرة القدم. كولومبو قالها بوضوح أمام وسائل الإعلام: لقد أخطأت في حق المنتخب المغربي. كلمات قليلة لكنها كانت بمثابة صدمة لعشاق كرة القدم، خصوصا للجماهير المغربية التي رأت أن هذا الاعتراف جاء متأخرا جدا. وأضاف الحكم الإيطالي أنه يشعر بالأسف لما حدث، لأنه يدرك أن قراره كان حاسما في نتيجة اللقاء، وكان من الممكن أن يغير مسار المباراة بالكامل. بمجرد انتشار التصريح اشتعلت مواقع التواصل بالآلاف التعليقات الغاضبة، حيث رأى الجمهور المغربي أن الاعتراف لا يغير شيئا من النتيجة بل يزيد الإحساس بالظلم. وفي المقابل اعتبر بعض المحللين أن ما قاله الحكم الإيطالي يعد خطوة جريئة لكنها غير كافية، لأن مثل هذه الأخطاء يمكن أن تغير مصير منتخبات بأكملها وتفقد الجماهير ثقتها في العدالة داخل الملاعب. تصريح كولومبو فتح نقاشا واسعا حول ضرورة محاسبة الحكام على قراراتهم وعدم الاكتفاء بالاعتذار بعد فوات الأوان. الجماهير المغربية تطالب بالعدالة والشفافية، بينما يبقى السؤال مطروحا: هل يكفي الاعتراف بالخطأ أم أن على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتدخل؟ إذا كنت من الذين يرون أن المنتخب المغربي قدم أداء مشرفا رغم الظلم التحكيمي، شاركنا رأيك في التعليقات.